السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال، وكنقول لكم عواشر مباركه ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. اليوم نحضر معكم الحريره المغربيه الشهيره. اليوم هذه الحريره برعايه اكرام. ديما كانت تقول لي ديري لي اختي، ديري لنا اختي الحريره، ديري لنا اختي الحريره. ان شاء الله دابا غادي نحك البصله، عاد نقول لكم المكونات. غنبداو. عندنا المكونات، عندنا التوابل ديالنا، الملحه، عندنا الفلفل الاسود اللي هو البزار، الزنجبيل اللي هو الكعبه، الصفر اللي هو الكركم، وعندي الكاني القرفه كلشي كيعرف القرفه. عندي هنا حمص، عندي مطيشه هنايا مطحونه يعني مسلوقه ومطحونه، عندي هنا قزبر ومعدنوس مقرطين مزيان، عندي هنا شويه د اللحم قطعات والبصله محكوكه، وعندي هنا الكرافس. المهم نبداو على بركه الله. غادي نوضع المطيشه ديالي حيت كانت مكونجيليه البنات. غادي ندير الحمص، غادي نوضع الحيمات، غادير القزبر والمعدنوس مقرطين، وغادي نضيف الكرافس ديالي اللي قررته حيت عندي طازاج هذا ماشي في كونجيلاتور. وغادي نضيف البصله، دابا غادي نضيفو التوابل ديالنا. غادي نضيف الكوكوط فوق. وها هي اختي اكرام ديما تقولي لي ديري الحريره ديري الحريره، ها هي الحريره. نتمنى تعجبك حريرتي. غادي نضيف التوابل، غادي ندير الملحه. هانتوما عارفين الحريره حيت باقي مازال غادي تمرق وغادي دير. غادي ندير في البزار، ندير الزنجبيل، وندير واحد شويه القرفه، وغادي ندير الكركم، وغادي ندير واحد شويه الزيت، هانتوما نخليها تقلى مزيان، تقلى وتطلق ديك المطيشه، تطلق الثلج ديالها حيت كانت مكونجيليه، وديك الساعه نرجع معكم فاش نبغي نمرق. ومن بعد ما كتذوب لينا الحريره المطيشه ديالنا كتجي لها هذا الشكل هذا، نخليوها تقلى واحد شويه ونمرقوها. ودابا غادي نمرق عليها البنات. الحريره راه كتبغي المرقه يعني
بعوض ما نبقاو كل ساعه من نجيو ندوروها عاوتاني عاد نمرقوها. لا، الانسان يمرقها في خطره. انتوا البنات دابا راه من بعد ما طابت ليا الحريره ديالي على هذا الشكل هذا، دابا غادي ندورها، ندير لها الدقيق والطماطم مركزه والبيض. وهذه انا راه قسمتها على جوج البنات، حيت عجيني بزاف. انا قسمتها على جوج باش ماشي كل مره غادي نبقى ندور. كل مره نقسمها مدوره ما كتعجبنيش بزاف. يلا هذه نشرب فيها اليوم وغدا، وهذه ان شاء الله تاني من بعد غدا نديرها في الكونجيلاتور ونخليها. المهم هانتو انا غنضيف دابا الماء باش نمرقها، باش القياس اللي غادي على حساب العطريه اللي انا دايره. بهذا الشكل هذا. المهم نخليها تغلى. انا مشى عليها البوطه، غادي نخليها تغلى وغادي نضيف البنات. انا درت الماء في القرعه هنايا، درت الماء ودابا غادي نضيف الدقيق. المهم غندير 3 المعالق ديال الدقيق. هذه الثانيه وهذه الثالثه. غادي نمخدو على هذا الشكل هذا، احسن من موليدين كصعب اليد كيف ما كانوا كيديروا والدينا زمان. دابا من بعد ما غلاش مزيان، دابا غادي نضيف شويه الشعريه هادو اللي بحال لي باط. غنضيف ونقلب. نقدر واحد 2 معالق كبار ديال الشعريه، ونخليها تغلى مزيان. طيب ديك الشعريه راني وضعت الطحين، راه نسيت ما قلتها لكمش البنات، راني وضعت الطحين هنا. دابا غادي نضيف الطماطم مركزه، ندير غير نص هذا الحك هذا. انتوا البنات انا كندير لها شويه الماء وكنخدها وعاد كنضيفها على الحريره. دابا غنضيف واحد نص مكعب ديال دامتي ديال السمن. ندير غير نصها. على هاد الشكل هذا. نخليوها تغلى شويه بين ما طاب داك الطحين ومطيشه، وغادي نضيفوا لها البيض. شوفوا البنات انا حتى كتقرب طيب يعني تسالي، عاد كنزيد واحد المغرفه ديال المطيشه مطحونه. ودابا غادي نضيفوا البيض. انا درتو هنايا واحد 2 بيضات ها هما. دابا غادي نقسمهم وغادي ندور بهم الحريره.
الشكل ديال الحريره. ايوا ها انتم البنات، هذه هي الحريره ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. هانتو كتجي زوينه، نتمنى تجربوها. كنقدموها مع شويه الشباكيه والبريوات حلوين، وكتجي على هذا الشكل، كتجي بنينه البنات. نتمنى تعجبكم.